هذه لحظة فارقة أنا بقى فيها عشان أقول الشرعية والشرعية فقط، الدستور والدستور فقط، الانتخابات وصندوق الانتخابات وهذا فقط، المعارضة على العين والرأس، الحوار كان وما زال وسيبقى موجودا، المبادرة ومحتوياتها وتغييرات كتير في ظل الشرعية وباحترام الدستور والقانون والإرادة الشعبية. نعم وألف نعم وأهلا وسهلا ومن الآن. الشرعية لما بتيجي من الشعب صحيح، وبتيجي بالصندوق كوسيلة كآلية، لكن لو في آليات أخرى تحل المسألة غير إن الشعب يخرج بالملايين زي الدول المتقدمة كده، كانت الأمر بقى يسير. لا يملك أحد الحق على الإطلاق كائنا من كان أن يستخدم أي نوع من أنواع الكلام أو القوة لا قدر الله أو غير ذلك لكي ينفذ أو يوجد شرعية أخرى. مش أقسم بالله تاني، أنا اتقال لي إحنا جايين نحكم 500 سنة. إحنا جينا عشان نحكم 500 سنة. طب إزاي؟ أنت هتحكم إذا رضي الناس بحكم. أنت هتحكم طالما الناس راضيين عن أدائك. أنت هتحكم طالما الناس قابلينك. لكن أنت هتحكم وتقهر إرادة الناس. كل العالم وانتوا كلنا عارفين محمد مرسي لم يكن والآن ليس حريصا أبدا على كرسي. هذا كلام لا قيمة له عندي على الإطلاق. يعلم رب العباد هذا الأمر بيني وبينه ومعكم. بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين. اوعوا حد يضحك عليكم، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مش علشاني. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف. الثورة لا تعطي تفويضا مفتوحا لأحد ولا للرئيس. ما فيش تفويض مفتوح، لكن في المقابل في شرعية دستورية والتزام دستوري وقانوني علينا كلنا. لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم. خطوة واحدة إلى الخلف أو إلى سرداب أو نفق يمكن أن يأخذنا إليه البعض، هذا مرفوض. هذا مرفوض.